تضامن واسع مع صحفي فرنسي من أصل جزائري أحرج مسؤولا عسكريا إسرائيليا. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أطلق إعلاميون حملة تضامن واسعة مع صحفي فرنسي من أصل جزائري كان قد أحرج مسؤولا عسكريا إسرائيليا بخصوص استهداف الاحتلال لمستشفيات غزة. حملة التضامن جاءت على خلفية تعرض الصحفي محمد قاسمي للتوبيخ من إدارة فضائية TV5 الحكومية الفرنسية التي يعمل بها بسبب إحراجه ناطقا باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد استضاف الصحفي محمد قاسي يوم 15 نوفمبر الجاري العقيد أوليفي رافوفيتش الناطق باسم جيش الاحتلال باللغة الفرنسية على قناة TV5 موند للحديث عن العملية العسكرية في قطاع غزة، وكان التركيز على استهداف مجمع الشفاء الطبي. وأحدثت هذه المقابلة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة في فرنسا، حيث تم تداول الفيديو الخاص بها على نطاق واسع وسط دعوات من أوساط يمينية وداعمة لإسرائيل بمعاقبة الصحفي، زاعمين أنه كان جريئا في أسئلته الموجهة للضيف لدرجة التلاسن معه.